عاملين ايه؟ ازيكم يا متابعين ال150؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة ليلة النصف من شعبان. انا عاملة الفيديو ده اولا بعتذر عن الاضاءة. انا يعني مش زي ما بيقولوا مش نهضة او ما اجيب يعني الاباجورة بتاعتي، بس لقيت النور اللي جاي من الباب هنا حلو، عامل زي ضوء الشمس. بس انا اولا بشكركم ان انتوا اشتركتوا في قناتي. ثانيا بأذكركم بليلة النصف من شعبان اللي هتكون من مغرب يوم الاثنين 2 فبراير إلى فجر يوم الثلاث 3 فبراير. أطلب منكم الدعاء ليا أنا الآنسة مها مجدي بنت مجدي وأميمة، إن ربنا يشفيها ويبعد عنها الأدوية ويقر عينها وتنام نوم هانئ، حتى لو كانت هي لا تستحق ذلك، يعني أن يعاملها الله برحمته. ومش هزعيط، أنا كنت بعيط من شوية. بس أهم حاجة بذكركم بالدعاء ليا في النقطة دي كتير 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 كتير. لو كنتوا شفتوا الفيديو اللي فات هتفهموا معاناتي حاليا مع النوم والشعور بالجوع نتيجة الدواء والدكاترة والتحاليل. بس أنا هطلب منكم الدعاء أهم شيء. مش عايزة أخش في تفاصيل تبكيني، ولكن أنا قررت أعمل الفيديو ده بدلا من ان انا اقعد اعيط والبكاء على اللبن المسكوب والتركيز في الشعور المتزايد بالجوع وقلة النوم حتى مع الدواء. النهاردة كان يوم للأسف. الحمد لله الحمد لله. أختي سهى بتقولي لازم دايما نشوف ألطاف الله. ألطاف الله، احنا في مكان ننام فيه، غيرنا مش لاقيين مكان ينام، غيرنا مش لاقي أكل. الحمد لله على كل حال. بس بقى وانا لن انكد عليكم، وبما ان القناة دي اصلا كانت معمولة لترشيحات الافلام، واسفة ان انا مش بظبط فيديوهات حلوة زي الاول، بس المرة دي هكلمكم عن فيلم حلو. الفيلم ده انا اتفرجت عليه من حوالي سنة اول ما نزل السينما وكده. حاليا نزل منصات. اللي شجعني اني افرجكوا عليه حاجتين: ان انا امي جت مهتمه بالفيلم، وانا امي نادرا ما تهتم بفيلم، لدرجه ان هي كانت شافته على قناه من القنوات اللي هي زي حبيشه وكده يعني. وما كانتش شافت النهايه بقى، انتوا عارفين الاعلانات هناك. لو انت راجل كمل يعني. فالمهم يعني، لحظه واحده اظبط الطرحه، خانقاني شويه. فماما قالت لي ايه نهاية الفيلم، فانا قلتها لها مش هحرقها طبعا ليكم. اختي بوسي برضو لما سمعت الفيلم، وهي ما بتعرفش تركز في اي فيلم طبعا، انا بقول لها ان ده اصلا ان انتي انسانة منعدمة التركيز، مش لا ان المشكلة في الافلام خالص خالص يا بيسو. بس بقى لا، دي اختي حبيبتي والله، بهزر معاها. بس بقى هي اهتمت بالفيلم وعجبها، وقالت لي كانت سهرة سعيدة الحمد لله يعني. هي دي الأوقات اللي احنا ايه بننتظرها، حتى لو ساعتين في اليوم الواحد يستريح وكده يعني. بس فالفيلم بقى اللي عجبني هو فيلم سنو وايت المصري، عشان ما تكتبوش سنو وايت يطلع لكم الفيلم بتاع سنو وايت بتاع الأستاذة جالا جاتود. لا، في فيلم اسمه سنو وايت بالمصري، هو نزل حاليا منصات. الفيلم ده بطولة الممثلة اللي هي أول مرة تمثل مريم شريف، وهي ممثلة عسولة جدا، ومحمد ممدوح هو تايسون، وكريم فهمي بشخصية كريم فهمي. الفيلم بيتكلم عن شخصية إيمان اللي هي بتقوم بدورها مريم شريف.
اللي هي عندها حالة التقزم، او ان هي من الاقزام. وبيوريكي حياتها في مصر، او حياتها يعني عاملة ازاي. من الحاجات اللي عجبتني في الفيلم ده ان احنا مش بنتكلم بس عن ان الشخصية دي قاعدة بتعيط وبتبكي على حالها وعلى اللبن المسكوب. لا، انا حبيت شخصية البنوتة ايمان جدا. بيبدأ اصلا الفيلم باول مشهد وهي رايحة شغلها. هي بتشتغل الشغل اللي بتصرف بيه على البيت، يعني هي بتصرف على نفسها هي واختها منذ ان توفى والديها. بنت جدعة يعني. فكرتني بنفسي ايام ما كنت بروح الشغل. اختي عايزه تبوظ لي الفيديو. فبقول لكم بقى، فمريم الشريف او ايمان يعني بنورينا ان هي حياتها اليوميه بقى، هي يعني تحسيها ام لاختها، بتدير كل حاجه في البيت، هي اللي بتصرف. ولما بيجي العريس هي اللي بتتكلم. فهي بقى لما بيجي لها عريس هي اللي بتتكلم وكده يعني. اختها لما بيجي لها عريس هي اللي بتتكلم مع العريس، والعريس بيطلب منها، انا مش هحرق قوي الاحداث ما تخافوش. العريس هو بيطلب منها تلاجة، ودي هي يعني الصراع اللي في الفيلم، عشان التلاجة بنجيب التلاجة دي علشان يعني جواز اختها التاني. انا اسفه لو بلخبط في الكلام شويه. ف يعني هو بيورينا رحلتها للحصول على هذه التلاجة. ده السؤال اللي ماما جت سألته هولي على الفيلم. قالت لي: ما هي هتجيب التلاجة لأختها وهتجوزها ولا لا؟ ده أول حاجة. تاني حاجة، هي زيها زي أي بنت، عندها حلم بالأمير الجميل الوسيم اللي مفيهوش غلطة. كل بنت دايما بتقعد كده تبص على الممثلين، عمر الشريف وبراد بيت والناس دي، وتقول يعني يا سلام بقى لو جالي عريس زيه. بس هي المجتمع مش شايف ان هي ليها الحق ده. لا، هي لازم يعني تاخد حد بشكل معين. فده اللي، وبالمناسبة هما في الفيلم كانوا بيقولوا ان هي لما رفضت العريس اللي هو كان من نفس الحالة زيها، يعني ده غلط، وان هي كانت وان ده تنمر، وان هي لازم تقبله. هي مش رافضاه هو، هي رافضة المجتمع اللي بيقول لها لا، عشان انتي في حالة معينة لازم تاخدي شخص من نفس الحالة دي، بغض النظر بقى انتي بتحبيه انتي ما بتحبيهوش وات ايفر. فده بيخليها لا، طب انا مش هاخد من الحالة دي، انا هاخد شخص طبيعي. فده اللي هو يقصد يعني هي ده اللي تقصده في الفيلم يعني. ايه كمان، البنوتة اللي عاملة اختها لذيذة جدا برضو. انا للأسف كان اسمها كان هنادي تقريبا. آه عسولة جدا والله. وانا حبيتها عشان هي شبه شريهان شوية كده، وانا بحب شريهان اصلا يعني. في ممثلة برضه سورية اسمها دانا مارديني، انا اللي خلاني اتفرج عليها، وطبعا اكتشفت بعد كده ان هي ممثلة قوية، ما اقصدش حاجة يعني. بس لما شفت شكلها كانت شبه شريهان، فانا بس اللي بدأت اتفرج عليها عشان كده. والفيلم في مجمله حلو وعائلي على فكرة، ما فيهوش يعني حاجة عيب. ممكن تبقوا قاعدين تتفرجوا عيلة كاملة ومش يصلح لسهرة عائلية يعني. ما فيهوش حاجة وحشة. ايه كمان، بس هو الفيلم كده يعني جميل. وايه تاني ممكن اقوله عن الفيلم؟ البنت مريم شريف نفسها البنت مريم شريف نفسها عندها تيك توك، ممكن تتفرجوا عليه، هي لذيذة جدا وبتصور الاوتفيتس بتاعتها وتصور حياتها اليومية. بالمناسبة هي صيدلانية ودارسة الصيدلة في برلين، فما شاء الله يعني. أنا بحب جدا البنات اللي بتقتحم مجالات الطب والهندسة يعني، لأن قليلين البنات اللي بيقتحموا المجالات دي. ايه كمان، كان في تعليق من الناس ان هم بيقولوا ان هي تمثيلها مش حلو. يا جماعة، هي اول مرة تمثل في حياتها
يعني هاتوا اي ممثل، مش عايزه اقول اسامي بس عشان الكلام، انا بتكلم على ممثلين كبار اليومين دول بيتقال كلام مش لطيف، بس ده اللي اقصده، ان اي ممثل اول ما بيمثل اكيد مش هيجيب جون اول ما يطلع يعني. بالنسبة لحد أول مرة يمثل بالعكس، هي لذيذة جدا وأقنعتني بالشخصية بتاعتها. كمان الممثلين بقى اللي عاملين عيلة العريس دول كانوا عسل اساسا يعني. صفوة وهي بقى عمالة تبرق لها يا في ستات كده فعلا نفس البسطة، تبقي قاعدة قدامهم والله. لو انتي آية في الجمال والحلاوة، وهي تلاقيها بتبرق لك كده ومش فاهمة ايه اللي بيحصل قدامها، وعلى طول سبحان الله تلاقوا بوزهم ضارب كده، متعرفيش مالها، هي نازلة من بيتها كده او مولودة من بطن امها كده، بس هي عايزة تحسسك دايما ان انتي قليله. حتى لو جابوا لها مارلين مونرو كعروسه لل... للعريس اللي في العيله، والله ولا يستاهل، ده شغال في السعوديه يعني. بس فاتفرجوا على الفيلم يعني، وهيعجبكم ان شاء الله والله العظيم. هيضحكوا يعني. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يعجبكم. واسفه للاضاءه السيئه، وانا اساسا يعني اذا كنت اول مره تشوفوا فيديو على هذه القناه، انا كنت بعمل الفيديوهات بصوره ذكاء اصطناعي يعني، بس للاسف يعني مش الدماغ مش احسن حاجه ان انا يعني اعمل منتجه للفيديوهات وكده. بس لو عجبكم الفيديو شيروا، مش هقدر اقول اكتر من كده. وباي باي.